السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بالبشاميل ومعاها بانيه مقرمش جدا. وهوعدكم المكرونة في كل شوكة هتاكلوها فيها بشاميل، فيها كمان اللحمة المفرومة كتير وبكمية لحمة اصلا بسيطة جدا. تابعيني وما تروحيش في اي حتة، خليكي معايا عشان تعرفي الطريقة بالظبط. انا وفاء محمود، اتمنى تشتركي في القناة ولايك وشير وفعلي الجرس. يلا بينا نبتدي الفيديو. بص بقى، انا مبدئيا اول حاجه هعملها هفرم البصل بتاع اللحمه عشان نعصجها، بس هاخد شويه من البصل هعصره علشان عايزه الميه بتاعته هتبل بيها البانيه بتاعنا، وبعدين هنكمل الوصفه بتاعتنا. انا بصوا، اللحمه المفرومه كعصاج عامه، سواء للبشاميل للرقاق لاي حاجه، العصاج انا بعمل النص كيلو لحمه عليه نص كيلو بصل، الكيلو لحمه عليه كيلو بصل. بصوا البصل لما بيبقى كتير بيبقى حلو، بيبقى لذيذ جدا، بيدي طعم حلو جدا للحمه المفرومه. تقدروا انه بيزود الكميه بتاعتها، وجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. انا هنا فرمت البصل بتاعي واخدت كده شويه في شاشه طبعا نضيفه متعقمه وهعصرها. دي احسن طريقه ان احنا نعصر بيها البصل عشان ناخد منه السوائل بتاعته، بتنزل لك كميه سوائل كتير جدا، على عكس ما بتعصريه بايدك مهما عصرتيه مش بينزل لك ميه يعني وفيره زي اللي بتتعمل بالشاشه. المهم انا عصرت الكميه ديت، وهبتدي بقى ايه احط لها بهارات والتتبيله للبانيه. معلقه خل زي ما انتم شايفين، والملح بتاعنا، وكانت البهارات بتاعتي كلها فاتحه. بصوا بقى، في كتير لما بيجوا يعملوا بانيه بيطلع غامق معاهم في التحمير، ليه؟ عشان يستخدموا بهارات غامقه. طيب ايه البهارات الفاتحه؟ البهارات الفاتحه هنحط كاري، كركم، بهارات الفراخ، توم باودر وبصل باودر. يعني يا ريت الفلفل الاسمر ما يبقاش اسمر، يكون فلفل ابيض، عشان ده برضو من الحاجات اللي بتغمق البانيه. وطبعا الملح بتاعنا. انا اخدت البهارات كلها قلبتها مع بعض، حطيت جزء منها على البصله والجزء التانية شلته علشان هضيفه للدقيق اللي هنعمل بيه الكفر عشان يبقى واخد الطعم. قلبت البهارات بتاعتي كويس جدا، وحطيت معاها كده 3 معالق حوالي من الدقيق، ومعلقه او معلقتين من النشا، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما ايه الخليط يكون يعني ولا تقيل ولا خفيف. انا عايزاه يعني متماسك شويه. تمام. هنقلب بقى كويس وما يكونش فيها اي تكتلات، وبعدين هنبتدي ننقع البانيه بتاعنا. يعني بصوا، حاولوا بقدر الامكان ان دايما اللحوم لما طالما فيها تتبيلات تكون منقوعه قبلها على الاقل ب4 ساعات، او يفضل طبعا يكون احسن قبلها بيوم، من بالليل كده تتعمل وتتحط في التلاجة، بتديكي طعم حلو قوي. طبعا احنا كده خلاص تبلنا الفراخ بتاعتنا، هنشيلها ونبتدي بقى ايه نعصج اللحمه بتاعتنا. هنحط بقيه البصل بتاعنا، وهنبتدي نعصج اللحمه زي ما اتفقنا يا جماعه. النص كيلو لحمه مفرومه معاها نص كيلو بصل للعصاج، بتبقى طعمها جميله جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم قوي قوي قوي. هنحط البصل بتاعنا، وهنحط البصل اللي انا كنت عصراه مش هيترمى، انا هستخدمه برضو اهو زي ما انتم شايفين. بصوا ناشف، ما فيهوش نقطه ميه. طبعا لو حضرتك بتحبي تفرزي البصل وخايفه انه يعمل ميه، انت ممكن تعمليه كده وتعصري الميه تشيليها في اكياس لتتبيلات الفراخ، وتشيلي البصل في الفريزر يقعد معاكي من السنه للسنه، هتشتغلي بيه ممتاز وحلو جدا. هنعصق طبعا اللحمه. زي ما احنا عارفين برضو البصله ما تتحمرش، يا دوبك بس بتدبل. وبعدين هنبتدي ننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا، واول ما هننزل باللحمه المفروم ايدينا في قلب الحاجه على طول، ونقلب اللحمه باستمرار علشان ما تعملش تكتلات. انا عايزاها يعني مفرفته كده زي مرمله، ما فيهاش اي تكتلات. تمام. فطول ما اللحمه لسه ما استوتش، افضل ايدي فيها واقلب باستمرار علشان خاطر تبقى آه مرمله معايا وما فيهاش اي تكتلات خالص. تمام كده. وبعدين هبتدي بقى اغطيها شويه، وهفضل بقى طول ما هي معايا كده لسه نيه، ما وقفش تقليب خالص، لانك لو سبتيها شويه بس وعملتي اي حاجه تانية هتلاقيها عملت معاكي تكتلات وبقت مكلكعه، مش هتبقى حلو. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي. انا حطيت 7 بهارات وملح وفلفل ورق لوري، ما حطيتش حاجه اكتر من كده. وممكن كمان تضيفي لها يعني ربع معلقه قرفه، بتبقى جميله جدا جدا جدا. وهبتدي بقى ايه احط لها البهارات. طبعا زي ما اتفقنا اللحوم الملح ده بيبقى اخر حاجه لما اكون خلاص اللحمه استوت معايا.
ما احطش ملح في اول الوصفه علشان خاطر ما تنزليش السوائل بتاعه اللحمه وتبقى ناشفه معايا. انا هنا حطيت طماطمايه متقطعه مكعبات ومعلقه صلصه كده، قلبتها في شويه ميه ونزلتها. انا يعني دي اختياريه، انا بحب البشاميل بتاعي بيكون فيه نسبه طماطم بتديله طعم حلو. في ناس بتحبها بيضه، متحبش تضيف لها اي طماطم او اي صلصه، ديت حريه شخصيه. وبعدين هبتدي بعد ما احطها على النار هبتدي اشتغل بقى في عين تانية على البشاميل. البشاميل انا بشتغله على البارد، يعني انا ما بحمرش الدقيق بتاعي، ده بيبقى اخف واحلى. يعني ده من وجهة نظري. لو حضرتك حابه تحمري البشاميل الدقيق وبعد كده تنزلي باللبن مفيش مشكله. معلقه الدقيق قصاد منها معلقه ايدين، سواء زيت او سمنه او زبده. شوفي حضرتك هتستخدمي كام معلقه من الدقيق قصاد منهم بالظبط الايدان بتاعهم. يعني لو هنحط 4 معالق دقيق يبقى 4 معالق سمنه، او 4 معالق زيت، او 4 معالق زبده. تمام. انما انا هنا بحط اللبن وبحط عليه معيار، يعني الكيلو دقيق عندي بحط عليه 5 معالق من الدقيق. حابه تقليه شويه بتزودي، دي ما فيهاش اي مشكله، يعني على حسب سمك البشاميل اللي حضرتك حباه. في بيحبوه خفيف كده وفي بيحبوه تقيل زي ما انت عايزه. هحط البشاميل على النار وههدي النار على ما هحط الفلفل الالوان. انا لحمه معصجه يعني فلفل الوان ما اقدرش استغنى عنه بصراحه، ببقى مفرزاه عندي من السنه للسنه وبطلعه من الفريزر على الحاجه على طول. بس بتغطيه دقيقه مع بخار اللحمه، هتلاقي الفلفل فك معاكي وبقى تمام ولسه فريش طازه، مش هيبان فيه ان هو كان في التلاجة ابدا. وانا ايدي هنا في البشاميل طبعا لازم اقلب باستمرار علشان خاطر ما يكتلش معايا. تمام. حطيت له بقى الملح والفلفل وهرش له كده رشه جوز الطيب، وهحط برضو على اللحمه بتاعتي رشه جوز الطيب. طبعا دي برضو حريه شخصيه، يعني لو حضرتك حابه تضيفيها تمام، مش حابه ممكن تستبعديها مفيش مشكله، بس هي بتدي يعني ايه كطعم وريحه حلوه. هبتدي برضو ايه ايدي كده في البشاميل، خلاص هو بقى تمام معايا، وهبتدي اقلب فيه علشان ما يعملش معايا ايه اي تكتلات نهائي. انا هنا خلاص اللحمه عندي كانت تمام استوت وبقت حلوه، والفلفل بصوا ماسك نفسه ما اتهراش مني. حطيت له بقى الملح بتاعه خلاص، لان انا كده هطفي عليه. الملح ده اخر حاجه انا بحطه في العصاج. وبعدين طبعا كنت بسلق بقى في العين اللي من جوه كده، هي مش باينه، كنت بسلق المكرونه بتاعتي. والبشاميل معايا كده خلاص اصبح جاهز هو كمان، ما اخدتش مني حاجه خالص. هاجي بقى هنا هجيب بوله عندي كبيره، هصفي المكرونه. انا المكرونه ما بسويهاش قوي، بخليها بتقطم كده شويه، تمام، عشان هي لسه هتخش الفرن هتاخد درجه سوا كمان، فما تعجنش معايا وتبقى مهريه. انا بحبها مفلفله. هحط بقى ايه اللحمه المفرومه بتاعتي. انا مش هعمل يعني في ناس كتير بتفرد نص المكرونه بعد كده اللحمه في النص وبعد كده المكرونه التانية، لا، جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. في كل شوكه هتاكلوها هيبقى فيها لحمه مفرومه. طبعا انا هنا لقطت ورقه لوري كانت مستخبيه مني بس جبتها. هبتدي بقى ايه اضيف اللحمه بتاعتي، وهبتدي اقلب بقى المكرونه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنبتدي نحطها في الصينيه بتاعتنا، بس قبل ما نحطها الصينيه بتكون مدهونه ايدام، وهحط معاها حوالي كده كبشه بشاميل في قعريه الصينيه وهنفردها. وبعدين هبتدي احط المكرونه بتاعتي. المكرونه انا ما بشطفهاش، يا دوبك بصفيها من ميه المكرونه وبزود لها كمان كوبايه من سليق ميه المكرونه معاها، علشان انا عايزه فيها صوص شويه، عشان لما هتخش الفرن هتكمل سواها. وصوص المكرونه بيخليها متماسكه شويه، ما بتبقاش يعني ايه مفرفته قوي، او البشاميل اللي بيخليها كتل كده طرنشات. انا ولادي بيحبوها جوسي كده، ان هي ايه ترفعيها كده تتفرفت معاكي وهي بتنزل، يحبوها هما بالطريقه دي. وبقيه اللحمه حطيتها على وش المكرونه، وهبتدي انزل بالبشاميل بتاعي. طبعا البشاميل ده جربوه خفيف جدا وحلو قوي قوي قوي، على عكس ما بيتحمر بحسه انه تقيل شويه. هبتدي بقى هنزل بالبشاميل بتاعي على وش الصينيه. وهبتدي طبعا لو حضرتك حابه تضيفي جبن على الوش تمام، لو عايزه تضيفي بيضه، لو حابه تضيفي بيضه. انا مش بحب الصراحه احط البيض على البشاميل، بس لو حضرتك حابه تعملي كده هتاخدي شويه بشاميل بس يعني يبردوا، وتحطي معاهم بيضه وتقلبيها وتفرديها على الوش. لو حضرتك حابه تحطي جبن هترشي جبن في اللحظه ديت على الوش. او ممكن لو ولا ده ولا ده وعندك
كريمه اللبن، الوش بتاع اللبن اللي بيطلع ده ممكن تحطيها على الوش، بتبقى ممتازه جدا وبتديها قيمه غذائيه كمان عاليه، بتبقى حلوه. انا هنا زي ما انتم شايفين خلاص كده تمام معايا. وطبعا في الوقت ده انا كنت مولعه الفرن علشان يسخن. هحطها في الفرن قبل ما هضيف لها جبنه. يعني انا لو هحط جبن مش هحط جبن دلوقتي، انا هحطها زي ما هي كده في الفرن وهوريكم ليه. تمام. هدخلها الفرن وهطلعها. بصوا بقى، انا طلعتها هنا لو تاخدوا بالكم كان خلاص وشها نشف. بصوا تضغطوا عليه كده ما بيطلعش، نشف، والحروف عندي بدأت تاخد لون بسيط. في الوقت ده انا بضيف الجبنه بتاعتي. انا كده خلاص عرفت ان المكرونه والبشاميل مع بعض خلاص بقوا تمام. فبضيف الجبنه بتاعتي وبدخلها بقى تاني بس تحت الشوايه 10 دقايق، يا دوبك ان بس الجبنه تسيح وتاخد لون كده خفيف جدا، او لو كمان ما اتحمرتش مش مشكله، انا عايزه بس الجبنه تسيح على الوش. تمام. هنبتدي بقى هنا نحضر للبانيه بتاعنا. جبت كيس فيه دقيق، حوالي كده كوبايتين دقيق، هنزل عليهم باربع معالق كبار من النشا. الكوبايه دي عليها معلقتين نشا. بقيه البهارات اللي احنا كنا عاملينها في اول الفيديو هحطها على الخليط الدقيق والنشا عشان ده هيكون كفر البانيه، فيديني قرمشه وفي نفس الوقت يبقى واخد طعم البهارات اللي كانت متبله فيه. وهنحط الملح بتاعنا وهنقلب بقى كويس كده. كل ده في الكيس، انا مش هحطه في طبق عشان انا مش عايزه ابهدل الدنيا. هوريكم بقى هنعمل ايه. هناخد كده قطعه قطعه في قلب الكيس وهنقلب البانيه بتاعنا، واحنا هنرفعه نديله نطره كده خفيفه، هيديكي شكل الخرفشه اللي بتبقى موجوده. هتقولي لي طب ما هو كده ده كله مش هنستخدمه فهيبوظ. لا مش هيبوظ، زي ما هو في الكيس هربطه واشيله في التلاجة اعمل بيه مره تانية البانيه بتاعي. انا حطيت بقى هنا كام واحده مع بعض وقلبت كده بالكيس وتطلعيه في منتهى السهوله. تمام. وهكون بقى محضره البوله عندي فيها زيت، وهختبره ان انا تحطي كده قطعه من فرفتة الدقيق. بصوا اول ما تحطيه وطلعت على طول وعملت كده اعرفي ان الزيت بتاعك بقى سخن. هتنزلي بالبانيه بتاعك. لو مثلا البوله او الطاسه بتاخد معاكي اكتر من قطعه مش هتنزلي مره واحده، ما بين كل قطعه وقطعه كام ثانيه علشان الزيت ما يبردش معاكي، لانه لو برد البانيه هيشرب زيت فمش هيبقى حلو ومش هيديكي القرمشه اللي انت عايزاها، وهيبقى شارب زيت ومش هيبقى حلو. فعوجي نفسك لما هتيجي تقلي الحاجات دي تسيبي كام ثانيه كده ما بين كل واحده والتانيه علشان يفضل الزيت محتفظ بالسخونيه بتاعته. تمام. انا هبتدي بقى هقلي البانيه بتاعي. بصوا كان مقرمش وكان تحفه، طعمه جميل جدا. انا هنا خلصت خلاص الطاسه الاولانيه وعملت الطاسه التانية. حاولي بقدر الامكان ان الزيت ما يبردش منك، علشان لو برد منك وهو تنزلي بالحاجه مره واحده هيشرب زيت ومش هيبقى حلو. المهم انا هنا خلاص كده تبين يعني قليت البانيه بتاعي وكان كله تمام. وطبعا المكرونه كانت خلاص الجبنه بتاعتها ساحت، طلعتها عشان تهدى شويه لان انا اولادي مكرونه كيكات ما بيصبروش عليها، عايزينها على طول في ساعتها وهي لسه طالعه سخنه كده. بصوا انا جيت في الاول اللي على الحرف ده كده جيت حاولت ان انا اشيله، كان بيتفرفت مني لان كانت لسه سخنه، يا دوبك طلعتها من الفرن في ساعتها فما جاتش لاحقه تمسك نفسها. لازم تصبروا عليها شويه، ما تعملوش زي ولادي. ده كان شكل المكرونه. اتمنى تعجبكم واتمنى الوصفه تعجبكم واتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. ان شاء الله تعجبكم جدا. ده كان فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. متنسونوش في الاشتراك واللايك والشير وفعلوا لي الجرس علشان يوصل لكم ان شاء الله وصفاتي الجديده. يلا باي باي يا حبايبي.